وسلام عليكم. سلام إلى جميع طلاب شيخنا المرحوم وأحبابه الذين أتوا من أماكن شتى ليكونوا من هؤلاء الذين لبوا دعوة الشاعر العلوري الذي كل عام يبذل قصارى جهده على جمع الجميع لذكر ذاك العالم الباكر والشيخ الباسل الذي شهرته طبقت الآفاق وخبره أصبح زائيا بين الناس، حتى قال البعض منهم: ما لنا بشيخنا آدم كبل ولا كفاء في هذا الفن العلمي، لأنه لمن من الله عليه كل النعمة وأعطاه جل الفضائل الجمة. وإنه لمن دواعي السرور والسعادة أن شيخنا حبيب الله آدم العلوري خلفه من بعد وفاته، لأنه كما يبذل النفس والنفيس في نشر هذه الدعوة الإسلامية يجاهد الكفار والمشركين بالحقيقة والتقى، ولا غرو إذ الشبل في المقبر مثل الحسد. أيا شيخنا حبيب الملايين، اعلم أنه بالسماع موعظك المفيدة سعد من صار حبيب القوم اليوم بنيل المجد، حتى قلت في نفسي: كم من نرى اليوم في الكساء سعد بالسماع وازما كان وعظه كفعيزة للمتعزين وعبرة للمعتبرين وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا غرو إذا الحق هو ما كان يقوله الشيخ حبيب الله آدم العلوري: أيا مديرنا العبقى وشيخنا اللبقى، كسر الله من أمثال فضيلتكم خدمة للإسلام، رفع ربكم قدركم في الدنيا ورزقكم من فيض نعمه في الآخرة. لا أدري كيف يمكنني استخدام الكلمات التي أصف بها شيخنا العلوري، مع أنني قلت في نفسي: هل أتحدث بلغة رائعة أم أتلفظ بعبارة رائقة شائقة عن تفسير بعض صفات من إليه أوديت هذه الكلمات، من حيث بدأت بكتابتها قائلا: إن للاجتهاد أنواع النتائج، منها الشرف والعز لمن قام به، لأن الله لا يضيع أجر المجتهدين. وعلى سبيل المثال أقول إن هناك طالبا نصحه شيخه بأن يجتهد بعدما رأى كل جهود شيخنا العلوري قد أثمرت، ونحن اليوم نشكر الله على أن طالبه قد صار اليوم من يعلم الناس كيف يكون البذل في سبيل الخير والبر، بعد أن قد قام بالسعي الحثيث وبذل جهده الجهيد على تعلم العلم، مع أنه لم يرغب فيه في الأصل. حقا استمع إلى نصح شيخه، من حيث أفاده شيخه بما قال له: سمعك يا طالبي، حرك جاشك بجهد كبير على أن تصير عالما أريبا، واتخذ شيخا أديبا قدوتك، من حيث إنك تقتدي به وتكتفي آثاره. والإنهاد ولا تقل كيف السبيل، لأن من سار على درب وصل. ابدأ بالتحدث باللغة العربية، أخطأت أو أصبت فلا تيأس ولا تستحي من المحاولة، لأن الله لا يضيع أجر المجتهدين. واعلم أنك ستشب عليها، إذ من المألوف أن كل صبي يهمل على نهج معين ثم يشب محبا لهذا النهج، لقول أحد الحكماء: من شاب على شيء مات عليه، أي من اعتاد أمرا ما في شبابه ألفه في شيخوخته. أخي الكريم، بارك الله فيك، واعلم أن الاجتهاد واجب على من له المسجع كي يصل إلى أدق الأمور بهمته، مهما الوصول إلى قمة الجبل ليس من البساطة. بهذا الاجتهاد والإلحاح ينال المرء طلبه. بارك الله فيك ووفقك للخير. أيم الله قد صار طالب هذا الشيخ عالما زائي الصيت بالعلم، بعدما أظهر جهدا بالغا وقام بجهد جهيد على ما نصره شيخه عليه. نعلم من هذا أن الاجتهاد لمن يود أن يحقق الله أعلامه
واجب إذ لا يحققها ويبارك فيها إلا بعد ما قد بذل قصارى جوده عليها ويقلل الله أعماله بالنجاة. من نتيجته أيضا أن الله يبارك في من قام به، مثلا الشيخ آدم عبد الله العلوري الذي كرس حياته للعلم ووهب نفسه هبة لا رجوع فيها، عاش بهذا الاجتهاد بين معلم ومتعلم مدى الدار حتى صار بحرا ذاكرا بالعلوم. حقا اجتهد شيخنا العلوري اجتهاده للعلم، لأنه من يسر تعلم العلم لنا حتى نتعلمه باليسر لا بالعسر، بعد أن قد ضحى نفسه للعلم. ولولا الله ثم لولا الشيخ آدم لم ندر اليمين عن الشمال، وما فزنا اليوم مثل ما فزنا به، لأن الله وفقه لتيسير تعلم العلوم العربية الإسلامية. ابق اللهم شيخنا آدم العلوري الذي أقدر جهده المبارك بهذه الأبيات الشعرية الآتية: في رحاب رحيم مع المصطفين الأكيار، في سدر مقدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. حمدا لرب الذي جعل العلوري لنا طود العلوم التي كسرت بلا سجم، جل الإله عظيم لا مثيل له، رب العباد رحيم واسع الكرم. إني بشير أطيري من له أدب، ذاك العلوري حقا منقذ العالم. ساد العلوري على الأكوام كلهم حتى ينال جميع الخير والنعم. هذا العلوري الذي أوصى بلا كذب، إني سألت له رحما بلا جزم. جهد العلوري لا جهد لا يماثله، رجل يقول فإني لست من أمم. ساد العلوري عليهم كنت في رحم، حتى لحبيب الذي يوصي بلا كزم. جهد العلوري لا جهد ينتج الثمرة، جهد العلوري لا جهد ينتج الثمرة، حتى نفوز به علما بلا وجم. أنا أقول فهذا الجهد من ضعف، جهد أمثله قولا بلا فكم. حقا أقول فإن الشيخ آدمنا شيخ هباه إله الحمد والعظيم، علما يضيء لنا طريقا بلا وهم، حتى نفيد به قوما بلا شتم. يا رب فريم أبا الخيرات آدمنا، أنت الغفور إله العز والكرم. أدخله جنتك الفردوس بالنعم، واغفر لآدمنا ذنبا بلا سهم. لا بارك الله في من قال منحرفا لابن العلوري الذي أعلى بلا ظلم. ذاك الحبيب الذي دوما يعلمنا علما وفهما يفيد الكل بالعظيم. طول يا ربنا عمر الحبيب الذي أعلى وأعطى جميع الخير للأمم. صلى الإله على المختار ذي كلك، حث عليه جميع البشر بالشيم. إن الصلاة على المختار سيدنا تنجي العباد من الكسران والطمم. بشرى لعبد يصلي للنبي بفمه، من كان ينهى عن الفحشاء والغشم. ذاك النبي الذي أوصافه كملت، ونحن نتلوه في القرآن بالفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فشكرا.
jazakumullahu khairan jazaa آمين tawwili umrak آمين bil afiya آمين ọlọ́run mọ́sá jẹ́ kí àáfà yọ lálùbáríkà آمين يا الله ọlá ẹni tí oró làákàyè tí o fi ń da nǹkan lẹ̀ látàárọ̀ ó sọ ọ́ lọ́rọ̀ tán ó ká ọ lára ó tún kọ́ lórin ọlọ́run ẹni ọpọ́nlé yìí ẹni ọlọ́run pọ́nlé fúnra rẹ̀ ni gbogbo ẹni ọba pọ́nṣẹ́ ká Ádámù lé láyé ẹ rí i pé tóun náà fi kú kò ní kàbùkù àlùfáà wa tí wàá bá wa ṣe lẹ́ka Sheikh Adam توحيد tí wọ́n bá ń pe àáfàá lọ́jọ́ iwájú láàfáà tó lálùbáríkà ọlọ́run má yọ ọ́ sẹ́yìn آمين ọlálùbáríkà bàbá wa mùdírù tí ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí أدام الله حياته ẹni tó kájú ẹ̀ ẹni tá ń gbéṣẹ́ náà fún tọ́lọ́run tì í lẹ́yìn ọlọ́run wọlé àlùbáríkà bàbá náà níwájú ọlọ́run mo fi ọlá bàbá wa àáfàá wa kájú ẹ̀ mo fi bẹ ọlọ́run fún ọ ọba tó ní káwọn